شاي المسالة أو الكرك أو العدني أو ممكن نقوله شاي بالحليب بأي اسم، طعمه لذيذ. فهنا عندي كتاب هندي لقيت فيه دي الطريقة فحبيت أطبقها. بدأت أحط الموية الحارة، حطيت عليها سكر، خيوط الزعفران، وضفت عليها شاي أسود، ضفت عليها كمان زنجبيل شرايح، هيل، قرنفل، وقرفة. تركت المقادير دي تغلي مدة 10 دقايق، وضفت عليها نص ملعقة صغيرة هيل. بعد ما تركز الشاي عندي كويس حطيت عليها حليب سايل، وضفت عليها كمان حليب مبخر. تركتها تغلي 10 دقايق تانية، وتركتها بعدين بعد 10 دقايق تركتها كده 5 دقايق يتركز عندي الطعم كويس، وقدمتها. هنا صفيت شوية من البهارات اللي أنا حطيتها وقدمتها مع السمبوسة الهندية، وطلعت جدا لذيذة. شاي المسالة مع السمبوسة الهندية أكيد لذيذ، وبالعافية.